تعالوا النهاردة مع بعض نعمل العيش الشامي بتاع سندوتشات الفول والطعمية بطريقة المخابز أو الأفران. هيطلع معاكي بنفس النتيجة. هنعمله في فرن البوتاجاز، ينفع لسحور رمضان. لو انت بتشتريه من بره هنعمل من نص كيلو 17 رغيف، يعني أوفر بكتير ما تشتريه من بره. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة ممسوحة من الملح. عندي هنا كيس من الخميرة الفورية، ومعلقة صغيرة من الكيك شيف اللي هو بيكنج باودر ومحسن. ببدأ أقلب المواد الجافة مع بعضيها كويس قوي. بعد كده بنبدأ ننزل عليهم بكوباية ونص من المية الدافية. بسمي بسم الله. بنبدأ نعجن العجينة بتاعتنا. اتمنى بجد تجربوا كل الوصفات اللي بنزلها لكم وتقولولي على رأيكم فيها. كلها وصفات ناجحة جدا. عجنت العجينة كويس قوي. طبعا ال4 كوبايات دي اخدوا معايا كوباية ونص من المية. ادوني العجينة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا نزلت عليها بمعلقة كبيرة من المية ورجعت عجنتها تاني كويس قوي. طبعا اهم حاجة في العجين انك تديه حقه عشان يديكي نتيجة كويسة. عجنتها كويس قوي. وبعد كده بدأت الم العجينة معايا بعد ما اتعجنت. شايفين العجينة قد ايه معايا؟ ممتازة طرية، ما هياش برضو ولا طرية قوي ولا ناشفة قوي. شايفين؟ في المرحلة دي طبعا هبدأ اجي هنا في طبق. هنبدأ نرش رشة من الدقيق، وبنبدأ نحط العجينة بتاعتنا ورش الدقيق كمان من فوق. بغلفها بكيس بلاستيك. الفرن عندي دافي ومطفي. هبدأ ألفها بقماشة وبحطها على الرف الوسطاني واسيب العجينة معايا لحد لما تتخمر. هنا كانت اتخمرت طبعا وتضاعف حجمها. باجي على الرخامة أبدأ أرش رشة من الدقيق. بنبدأ نطلع الخمور اللي في العجينة، وبعد كده ببدأ طبعا اقطعها الكور. طبعا الرغيف اللي انا عاملاه نفس الرغيف اللي انت بتشتريه من بره، يعني الكوره وسط، ولا هي صغيره قوي ولا هي كبيره قوي، زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه تلميها كويس قوي من تحت وتقفليها. وبعد كده ببدأ انعمها كده. شايفين الكوره معايا؟ وببدأ بقى ارصها على الدقيق. طبعا بقطع الكميه اللي معايا او العجينه كلها بنفس الطريقه. وبعد كده ببدأ اغطي عليهم بكيس بلاستيك. طبعا دي الكمية اللي طلعت معانا زي ما قلت لكم 17 رغيف. فهنا بغطي عليها بكيس بلاستيك وبقماشة. بسيبها حوالي 3 دقايق بس معايا ترجع ترتاح. وعلى طول بنبدأ طبعا نرجع نفردها. طبعا لو انت عامله 8 كوبايات من الدقيق برضو حطي كيس واحد من الخميره الفوريه. رش الدقيق على الرخامه. وطبعا ما برشش على وش العجينه معايا دقيق، بس انا ببدا ابططها كده. وبعد كده ببدا اخد بقى من نص لبره من نص لبره لحد لما الرغيف بيتفرد معايا تماما. سمك الرغيف انت اللي بتتحكمي فيه. حباه سمكه رقيق بترققي الرغيف، حباه سمكه سميك شوية بتسيبيه. ده السمك اللي انا فردت بيه طبعا العيش كله. اهم حاجة ببدأ ارصه طبعا على الرخامة، واهم حاجة يكون تحته رش الدقيق عشان لما يجي يتخمر ويرتاح ما يلزقش في الرخامة. بفرد الكمية كلها بنفس الطريقة. رش الدقيق، بحط الفطيرة او الكورة ببططها. وبعد كده طبعا ببدأ افردها. بسم الله ما شاء الله. انا كنت هنا فردت الكمية كلها. ده كله من نص كيلو دقيق زي ما قلت لكم. في المرحلة دي شغلت الفرن على اعلى درجة حرارة وسبتها تسخن كويس قوي معايا. الفرن بالظبط سبتها 10 دقايق. ومع فرد العيش كان هو طبعا اول حاجة فردتها كانت اتخمرت معايا، وحاطه صينيه في الفرن عشان هي دي اللي هسوي فيها. طبعا في الافران او المخابز بيبداوا ببخاخ ميه يرشوا على وش العيش عشان ياخد اللون الحلو. احنا بقى بالفرشه وميه فتره من الحنفيه بنبدا نرش بنبدا ندهن وش العيش كده نلمعه. ولو انت حابه تحط عليه حبه البركه زي ما بتشتريه من بره هيبقى بالطريقه دي. هترش عليه حبه البركه وايدك بس حاجه خفيفه انتي وبتدبسي حبه البركه في العيش. طبعا انا لمعت العيش كله بنفس الطريقه دي. وهنا طبعا طلعت الصينيه من الفرن سخنه جدا. ببدا بصوا
اول ما تيجي تشيلي الرغيف من على الرخامة ما تخليهوش يتسحب منك عشان ما تبصيش تلاقيه خموره ضاع. ببدأ ارص العيش بالطريقة دي وعلى طول ببدأ ادخله الفرن شغال عليه من فوق ومن تحت على اعلى درجة حرارة. انا بس بسيب العيش معايا لحد لما يبدأ يتشمع ويبدأ ينتفخ معايا. اول ما بيبدأ ينتفخ معايا على طول بسحب الصينية وابدأ ارفعها على الرف الوسطاني. طبعا الرف زي ما انتوا شايفين انا مقرباه للفرن، يعني انا قلباه بحيث يبقى قريب للفرن للشواية، عشان لو هو في النص او بعيد عن الشواية والنار هادية العيش هينشف معاكي. اهم حاجة الفرن يكون سخن جدا شغال على اعلى درجة حرارة من فوق ومن تحت، وتحطيه على طول اول ما يبدأ ينتفخ ترفعيه تحت الشواية. وبقفل باب الفرن وبسيبه من وقت للتاني بفتح عشان ادور الصينية. طبعا هو ما بياخدش وقت خالص في التسوية وطريقته سهلة جدا. هنا كان اخد معايا اللون على طول ببدأ اطلعه من الفرن. شايفين التسوية من فوق ومن تحت. طبعا هنا عندي صينية حط عليها فوطة ببدأ اطلع العيش بالطريقة دي وارصه وابدأ اغطي العيش بتاعنا. وهنا في الصينية بسرعة برجع ارص نفس العيش طبعا وبرجع ادخله تاني الفرن وبسويه بنفس الطريقة اهو. اول ما بيبدأ ينتفخ معايا على طول بسحبه وارفعه على الرف الوسطاني، ما سيبوش لحد لما ينتفخ تماما، وبسيب النار شغالة من فوق ومن تحت على اعلى درجة حرارة. بجد كله منتفخ وكله طالع بنفس النتيجة، اللي العيش مظبوط بنفس طريقة المخابز او الافران. لما تجربوا الوصفة هتعتمدوها لو انتوا بتشتروا العيش الشامي من بره. طبعا كنت عملت معاكم برضو العيش البلدي اللي بالردة بأسهل طريقة، وعملناه برضو في فرن البوتاجاز. شايفين بقى الوصفة بتاعتنا للنهاردة. عايزاه طري اعمل ايه؟ بتغطيه بكيس بلاستيك وبتغطيه بقماشة وبتسيبيه شوية وبعد كده بتبدأي تشيليه، بتخلي منه بره للأكل والباقي بتكيسيه وتدخليه الفريزر لو انت عاملة كمية طبعا. بس كده. شايفين الجمال وشايفين الوصفة بتاعتنا؟ بجد الوصفة ممتازة. وممكن كمان تسويه على البوتاجاز في طاسة، واهم حاجة الطاسة بتاعتك تكون تيفال او جرانيت او اي نوع فيها طبقة يعني زي طاسة الكنافة كده. لازم الطبقة بتاعتها تكون في طبقة ناعمة بحيث ان الحاجة معاكي ما تلزقش وتنتفخ. كنت عملت معاكم عيش الطاسة السريع. دي وصفة النهاردة. شايفين قد ايه العيش معايا منتفخ واخد اللون من فوق ومن تحت. اتمنى بجد تجربوا وصفة النهاردة وتقولولي على رأيكم فيها. بجد الوصفة سهلة جدا وجميلة جدا. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، واشوفكم على خير في وصفة جديدة.